أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوات التامة
سيدنا محمد.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعدوا استووا صفوفكم فإن تثبت الصفوف من تمام الصلاة استووا صفوفكم معتدلوا. Insyaallah di rakaat pertama kita akan sujud sajadah. Insyaallah di rakaat pertama akan ada sajadah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الله أكبر. الله أكبر. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا عليهم من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر رفيق رحمني وجبرني ورفعني ورزقني وعدني الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قام بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تخرج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. إلهي ربي ربنا يا معبود سبحان الله. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membaca beberapa hadis mengenai hadis fadilah membaca Al-Quran. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam
Iqra' alayya. Qultu aqra'u alayka wa alayka unzil. Qala fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Faqara'tu alayhi suratan nisa'i hatta balagtu. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidi wa ji'na bika 'ala ha'ula'i shahida. An-Nisa. Qala amsik fa idza 'ainahu tadrifani. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, bacakanlah Al-Quran untukku. Aku bertanya, pantaskah aku membacakannya untukmu sedangkan kepada engkaulah Al-Quran diturunkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku ingin mendengarnya dari lisan orang lain. Lalu aku membacakan surat An-Nisa untuk beliau hingga sampai pada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka itu kaummu. Surat An-Nisa ayat 41. Beliau bersabda, berhentilah, ternyata kedua mata beliau telah berlinang air mata. Hadis riwayat Bukhari. Diulangi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, bacakanlah Al-Quran untukku. Aku bertanya, pantaskah aku membacakannya untukmu sedangkan kepada engkaulah Al-Quran diturunkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku ingin mendengarnya dari lisan orang lain. Lalu aku membacakan surat An-Nisa untuk beliau hingga sampai pada ayat maka bagaimanakah keadaan orang kafir nanti apabila kami mendatangkan saksi Rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas kaummu. Surat An-Nisa ayat 41. Beliau bersabda, berhentilah, ternyata kedua mata beliau telah berlinang air mata. Hadis riwayat Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yablughu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعان لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis marfu bahwasanya Nabi SAW bersabda, apabila Allah telah menetapkan satu perkara di atas langit, para malaikat mengepakkan sayap-sayap mereka karena tunduk kepada firman-Nya. Bunyi sayap-sayap mereka seperti bunyi rantai yang dipukulkan kepada sebuah batu yang licin. Lalu ketika telah dihilangkan ketakutan dalam hati mereka, mereka berkata, apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian? Mereka menjawab, Al-Haq, kebenaran, dan Dialah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Hadis riwayat Bukhari. Diulangi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis marfu' bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menetapkan satu perkara di langit, maka malaikat mengepakkan sayap-sayap mereka karena tunduk kepada firman-Nya. Bunyi sayap-sayap mereka seperti bunyi rantai yang dipukulkan pada batu yang licin. Lalu ketika telah dihilangkan ketakutan dalam hati mereka, mereka berkata, apa yang telah difirmankan oleh Tuhan kalian? Mereka menjawab, Al-Haq, kebenaran, dan Dialah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Hadis riwayat Bukhari. An Abi Salamah ibni Abdurrahman ibni Auf radhiyallahu rahimahullah qala altaqa Abdullah bin Umar wa Abdullah bin Amr ibni As ala radhiyallahu anhum alal marwati fatahaddatsa thumma mad Abdullah bin Amr wa baqa Abdullah bin Umar yabki faqala lahu rajulun ma yabkika ya Aba Abdurrahman qala hadza ya'ni Abdullah bin Amr wa za'ama annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana fi qalbihi misqalu habatin min kibrin kabbahu Allahu liwajhihi finnar. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf radhiyallahu rahimahullah, ia berkata, suatu ketika Abdullah bin Umar bertemu dengan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum di Bukit Marwah. Mereka berdua pun berbincang-bincang. Kemudian Abdullah bin Amr pergi dan tinggallah Abdullah bin Umar dalam keadaan menangis. Lalu seseorang bertanya, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Abu Abdurrahman? Ia menjawab, orang itu yakni Abdullah bin Amr berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa di dalam hatinya terdapat kesombongan meski hanya sebesar biji zarrah, maka Allah akan menelungkupkan orang itu pada mukanya di dalam neraka. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Fadilah zikir. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yafqahu man qara'al Qur'ana fi aqalla min salasin. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dapat memahami Al-Qur'an orang yang mengkhatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Hadis riwayat Abu Daud. Diulangi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan dapat memahami Al-Qur'an orang yang menghatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Hadis riwayat Abu Daud. An Wasilah bin Al-Asqa'i radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala u'titu makana Tauratis sab'a wa u'titu makana Zaburil mi'ina wa u'titu makana Injilil masani wa fuddiltu bil mufassal. Dari Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diberikan as-sab'u sebagai pengganti Taurat, aku diberikan al-mi'in sebagai pengganti Zubur, aku diberikan al-masani sebagai pengganti Injil, aku pun diberi kelebihan berupa al-mufassal. Hadis riwayat Ahmad. Diulangi dari Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diberikan as-sab'u sebagai pengganti Taurat, aku diberikan al-mi'in sebagai pengganti Zabur, aku diberikan al-masani sebagai pengganti Injil, aku pun diberikan kelebihan berupa al-mufassal. Hadis riwayat Ahmad. Keterangan as-sab'u artinya as-sab'ut tiwal, 7 surat yang panjang, berawal dari surat Al-Baqarah dan berakhir pada surat At-Taubah dengan menganggap surat At-Taubah dan surat Al-Anfal sebagai satu surat. Al-Mi'in adalah surat-surat setelah As-Sab'ut Tiwal. Dinamakan demikian karena dalam setiap surat tersebut terdapat lebih dari 100 ayat atau mendekati 100 ayat. Al-Masani adalah surat-surat sesudah Al-Mi'in. Al-Masani merupakan penerus bagi Al-Mi'in, sedangkan Al-Mi'in merupakan pendahulu bagi Al-Masani. Al-Mufassal adalah surat-surat pendek seperti surat Al-Nas dari kitab Al-Fathur Rabbani jilid 22. Alhamdulillah telah kita dengar beberapa hadis mengenai fadilah keutamaan dari membaca Al-Quran dan juga dari ilmu. InsyaAllah apa yang kita dengar dapat kita amalkan dan kita sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakira hamdan na'imin hamdan yu'afina ma huwa yakafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim mu'adim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa zid walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ahu wal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna li dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmil zalimin wa najina bi rahmatika minal qawmil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana ij'alna muqimina as-salah min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma alhimna marashida umurina wa 'izna min syururi nufusina. Allahumma hdina wa hdi bina wa hdi jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslana syarana kullaha wa la takilna nafsana tarfatain. Rabbana hab lana من أزواجنا ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه